معركة اليرموك وقعت في 15 هجريا قرب نهر اليرموك في بلاد الشام. كانت معركة فاصلة بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين جيش الروم بقيادة هرقل إمبراطور الروم. جهز الروم جيشا ضخما قيل إنه وصل إلى 200,000 مقاتل، بينما جيش المسلمين كان عدده ما بين 40 إلى 25 ألف مقاتل. دارت المعركة على مدار 6 أيام. حاول الروم استغلال تفوقهم العددي، لكن المسلمين صدوا الهجوم بشجاعة. خالد بن الوليد قسم الجيش إلى وحدات خفيفة وسريعة الحركة يستخدمها في هجمات خفيفة ثم ينسحب بمهارة. في اليوم الأخير نفذ خالد بن الوليد خطة بارعة، التف بفرسانه خلف جيش الروم وقطع طريق انسحابهم نحو الشمال، فصاروا محاصرين بين المسلمين وبين وديان اليرموك العميقة. انتهت المعركة بانتصار المسلمين انتصارا ساحقا رغم قلة أعدادهم.